الدراسات بتقول ان في 6 قرارات لو خدتهم حياتك هتتغير 180 درجة، والمفاجأة بقى ان هم مش محتاجين منك مجهود كبير، بس الفرق انك لو نفذت القرارات دي اوعدك انك هتحقق كل احلامك، ولو ما نفذتهمش هتفضل واقف زي ما انت في مكانك. اول قرار معانا الدراسات بتقول عليه انك اوعى ترضي كل الناس. انت عارف لو فضلت طول حياتك ترضي الناس كلها في الاخر مش هتعرف ترضي نفسك خالص. دراسات وعلماء علم النفس بيقولوا ان اكتر ناس بتعاني نفسيا هم اللي بيحاولوا يرضوا كل الناس ويفضلوا يحطوا نفسهم اخر حد في حياتهم. دايما خلي عندك مبدأ، اللي بيحبك هيحبك زي ما انت، واللي مش عاجبه قول له مع السلامة، هي مش مشكلتك. تاني حاجة بقى، حاول تستثمر في نفسك في حاجات بسيطة قوي. أي حد ناجح في الدنيا دي كلها بدأ بخطوات صغيرة قوي. اقرأ كتاب، خد كورس، اتعلم حاجة جديدة حتى لو لمدة 5 دقايق في اليوم. لو عملت كده بالظبط الفرق هيبان مع الوقت، وهتلاقي نفسك بتشكر نفسك بعد سنة. وأهم بقى قرار تاخده إنك تتعلم تقول لأ الحاجات اللي بتقعد تضيع من وقت. علماء علم النفس بيقولوا لك إن أكتر ناس عندهم نجاح هما اللي بيعرفوا يرفضوا الحاجات اللي ملهاش لازمة في حياتهم. لو حد قالك أي حاجة فكر قبل ما تضيع وقتك، هل هتفيدك ولا هتضيع من وقتك؟ لو لقيتها هتضيع من وقتك قول لأ من غير ما تتردد. بعد كده حاول تبعد عن الناس اللي دايما بتستنزف من طاقتك. انت تعرف ان الطاقة السلبية بتعدي في جسمك اسرع من الفيروس. لو دايما حواليك ناس بيحبطوك او دايما بيستهلكوا ويضيعوا في وقتك من غير اي فايدة، لازم تبدأ فورا تقلل التعامل معاهم. دايما ركز مع كل اللي بيشجعك ويقدمك خطوة لقدام. واهم قرار معانا انك دايما تبدأ دلوقتي مش بكرة. اكبر غلطة بنعملها في حياتنا انك دايما مستني اللحظة المناسبة عشان تبدأ، بس هي عمرها ما هتيجي. اي حد ناجح في الدنيا بدأ وهو مش جاهز بنسبة 100%، لكن الفرق الوحيد انهم اخدوا خطوة وبدأوا فعلا، وبعد كده مع الوقت قعدوا يطوروا من نفسهم. فابدأ بأي حاجة عندك والباقي هيجي في السكة. القرار اللي بعده بقى انك دايما تسيطر على دماغك وما تخليش القلق يتحكم فيه. علماء النفس بيقولوا لك ان 90% من الحاجات اللي بنخاف منها عمرها ما بتحصل اصلا، وعقلك ممكن يكون عدوك لو فضلت تسمع له. يعني بدل ما تقعد تفكر في السيناريو الأسوأ حاول تركز في الحلول، وهتلاقي كل حاجة بتتحسن وبتتحل معاك. في النهاية حياتك هي قراراتك اللي بتاخدها كل يوم. خلي بالك القرار اللي بتاخده النهاردة هو اللي بيحدد مستقبلك قدام، فخد القرار الصح عشان تشوف الفرق بكرة وتعيشه زي ما بتحلم. ودايما خليك واعي عشان تكون سابق بخطوة.